السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب دايما تساعدوا غير. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ بالصلاة على النبي كده عشان ربنا يبارك لنا عليه الصلاة والسلام. زيدوا النبي كمان صلاة عليه الصلاة والسلام. وحيد الله لا إله إلا الله، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعتذر لكم طبعا على التأخير، والله الدنيا اتلخبطت بعد ما موضوع الفجر ده ما حصلش نصيب، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان ده حصل. اكيد ربنا كان رايد لنا خير ان هو ده يحصل يعني. يا رب افيدكم. بس دلوقتي بصوا، نتفق على حاجة بس عشان احنا شغالين يعني. انا هنا بجاوب من وجهة نظري، وغرضي من الجايد على قد ما اقدر ان افهمكم حاجات وسط الاسئلة، مش ان احفظكم الاجابات. عايز تقول ايه يعني؟ انت ممكن تغلط، انا ممكن اغلط عادي، مش هقول لكم انا الجامد انا اللي اوعى، لا عادي. تمام. انا بس يعني ايه، بحاول اتقي الله فيكم، وطالما انتوا شايفين ان انا هقدر اسهل عليكم حاجة فبعملها. تمام، عشان محدش اوعى بقى، فاهمين؟ انا بشر عادي. يلا ندخل في الموضوع بسم الله. زي مثلا كده، what is a point estimator؟ ممكن تحفظ ان هي استيميتور بتاع البوبيليشن بارامتر. لا، انا مش غرضي كده، انا غرضي خلي بالك من الموضوع ده. طالما هي ذكرته هنا وذكرته في اخر محاضره وبتاع، يبقى لازم يبقى عندك خلفيه شويه هو ايه الاستيميتور. انت لما ما بتعرفش تجيب المين، يعني مثلا انت عايز تجيب المين للدفعه، فانت عشان تعرف تقدره كنت بتاخد عينه وعن طريقها تتوقعه، صح؟ هو ده اللي احنا بنعمله. لو انت مش فاهم اللي احنا بنعمله ما علينا. انت عايز تقول لي ايه يعني؟ ان الاستيميتور ده عامه الحاجه اللي انت استخدمتها كبديل، اعتبرها كده. بدل المين كنت بتشتغل بده، بدل الباي كنت بتشتغل بالبي، فيبقى بدل مين واحد ناقص مين اتنين هتشتغل باكس واحد ناقص اكس اتنين، وهكذا. فاهمني؟ ده احتياطي، هل هيجي لك منها حاجه الله اعلم، بس انا قلت اقول لك تبقى انت فاهم ايه اساسا الموضوع ده، عشان لما يجي يقول لك هات لي بوينت اوف استيميت، يبقى هو بيبقى قصده كده، قصده على اكس شرطه، قصده على بي، قصده على اكس ناقص اكس، بي ناقص بي، على حسب انت شغال على سامبل واحده ولا اتنين. اما الكونفيدنس انترفال هي اللي كنا بنروح نجيبها في الاخر وتتوقع لي. انا اتوقع ان المين ما بين 20 وما بين 25 في الاخر، الاجابه اللي انت كنت بتوصل لها. فاللي انت مسميه ده ايه؟ فتره، رينج، صح كده؟ وانت وجواه ايه؟ بوبيليشن بارامتر. ايه بوبيليشن بارامتر؟ اللي انت كنت بتحاول تتوقعه. المين بقى، الباي، اي حاجه انت كنت رايح تتوقعها بتاعه البوبيليشن نفسها. هنا تو ديكريز ذا ويدز بتاع الكونفدنس انترفال. هو ايه الويدز؟ زي ما انت كنت لسه كاتب كده 20 25، الويدز هنا بخمسه، اللي هو الفرق ما بينهم. فانت عايز تقربها بقى، تبقى اجمد، تبقى اجابتك اقرب، تقول لي مثلا من 21 ل 22. عشان تعمل كده في 3 حاجات ممكن تعملها، هتلاقيني كاتبها لك في ورقه القوانين، الجدول اللي على اليمين في النص كده ما بين الجدولين دول. هتلاقيني كاتب هنا جدول مش مفهوم لاي حد. هتلاقيني ان انا قايل لك دايما كلهم بيحصل لهم نفس التاثير، اما السايز عكسهم. يعني عايز تقلل الويدز هتلاقي حاجتين تانيين بقى، الاستيميتور وهكذا، تقللهم برضو. اما السايز تكبره، فاهم؟ العكس، عايز تكبر الويدز قلل السايز. ده دلوقتي كحفظ ايه اسرع من ان احنا نحاول نفهم هي جت منين. هي مش افتكاسه، هي في القوانين اللي انت كنت بتعملها. وباكد عليكم حاولوا تفهموا على قد ما تقدروا، مش تحفظوا الجايد طالما الموضوع كده كده ايه، ملوش. طيب، كفكره يعني ان في اسئله كتير هنقابلها في طريقنا فيها غلطات. هنا بيقول لي التيست بتاع الهايبوثيسيس ماله mean doesn't differ from 65. يعني انت يعني هي لو مين ديفرنت، يعني انت لما كنا بنقارن مين كده 65 و65 كنت انت بتقول لي ديفرنت يبقى عامله كده، صح؟ هو بيقول لك doesn't different، يبقى هو قصده ايه؟ equal، فاهم؟ بيعكس لك الكلام. فانت بالراحه وما تخشش ترمي وخلاص، عادي، الدنيا سهله ان شاء الله. الشيب مش معروف، ده قصده ان انت مش عارف ان هو نورمال. ده اللي كنت هتلاقيني كاتبه لك في بارت 10 في الاول في مربع كده مش مفهوم بالنسبه لنا، ان هي البوبيليشن نفسها لو نورمال فانت بتسحب السامبلنج ديستريبيوشن بتاعك بيبقى نورمال. اما بوبيليشن انا بقول لكم زياده معلومات، اما بوبيليشن لو هو مش نورمال او مش معروف بس الان اكبر او قد ال 30، ساعتها بيبقى ابروكسيمتلي نورمال. احتياطي لاي سؤال. تمام ماشي. يبقى لان هنا ايه؟ ب 40، المين عندي ب 86، قصدي 68. فتيجي تقول لي في حد بيتلخبط في الموضوع ده لحد دلوقتي، فكره انا بتلخبط بس ما بين المين اللي فوق ومين اللي تحت. بص، مشيها بالحب، يعني ايه مش بالحب خالص، بس ايه، دايما دور كلمة سامبل. طالما الكلام جه
بعد كلمه سامبل يبقى اي حاجه اكنه بيقول لك ايه بتاعه السامبل. لو جت قبل السامبل يبقى هو ما جابش سيره السامبل، يبقى انت بتتكلم على حاجات عاديه. عايز تقول ايه يعني؟ يعني هو دلوقتي انت معاك الان ب 40، المين اللي هو ب 68، ستاندرد ايرور انا هعديها ان هي اس ايكوال 5 ماشي. بس انا على حد معلوماتي البسيطه كواحد غلبان في الدنيا كده ان الستاندرد ايرور ده بيبقى الستاندرد ديفيجن على روت ان. بس هو هنا جاي قال لك اس، خلاص هي لو قلت لك كده اس في ما تزودش نفسك باللي انا بقوله يعني. بس بقول لك احتياط. طيب احنا قررنا نحل كام؟ 95%. يعني هو بيقول لك الالفا ب 5%. كل ده عامه بتبقى ايه مع بعضينا بنسخن. قال لك هات لي تيبل وكمبيوتد زد. قصده ايه؟ اللي هو الخطوه الثانيه والثالثه يعني، اللي هي كانت التيست والكريتيكال فاليو. التيست ده انت كنت بتروح تحسبه بالقانون بتاعك، فعشان كده هو ايه كمبيوتد، اكنك انت بتحسبه يعني. والتيبل دي اللي انا كنت بروح على طول حافظ اجابته من الجدول، بس طبعا عشان هي جايه من جدول اكبر يعني، مش الجدول اللي احنا عاملينه الصغير بتاعنا ده. فعادي هتروح تشتغل عشان تحسب الزد اللي هي اللي كانت اكس اللي هو المين ناقص الميو على الستاندرد ديفيجن على روت ان. بس فهي كده ان شاء الله مظبوطه، دي ما فيهاش اي حاجه. عوض طلعت بالارقام دي. والتيبل دي فاليو اللي هي الزد عند 5%، وكانت زد هنا 1000 على 2. ايه ده؟ ثانيه واحده معلش، انت عرفت منين 1000 على 2؟ ما هو اللي احنا قلناه هنا ده كان ليه لازمه صح؟ ايه لازمته؟ احنا كنا بنبص دايما على اتش 0 اتش 1، كنا بنبص على اتش 1. فهنا ولا يمين ولا شمال، يبقى هي ايه؟ تو تيلد. فلما تيجي تحلها يبقى الزد مش الفا بس، هتبقى زد الفا على 2 وايه وبوزيتيف نيجاتيف قبلها. فاكرين الحوار ده؟ لو مش فاكر افتح الفيديو وراجع على طول. تمام. او خلاص يعني افتكر دلوقتي. لا معاك وقت، الحمد لله. انتوا امتحانكم متاخر يعني، انت ممكن تعمل داونلود للفيديوهات وتقعد تتفرج عليها في الطريق اساسا. المهم، بس فيبقى زد الفا على 2 الجدول اللي احنا عاملينه الصغير ده، حتى في الورقه اللي انا ملخص لكم فيها الدنيا، هتلاقي ان انت عارف ان هي بكام؟ ب 1.96. فانت كده جبت له اول حاجتين اللي هو طالبهم. جت قالت لك طب هات لي statistical decision اللي هو ايه؟ القرار بتاعك اللي هو كان conclusion. عندنا كنا احنا بنقارن تاني خطوه اللي هي computed بتالت خطوه، فكنا بنلاقي التانية لو اكبر من التالتة كان ساعتها، واحنا بناخد البوزيتيف بس احنا عارفين يعني مش محتاجه تبقى ابسوليوت حتى. تمام. كنا ساعتها لو التانية اكبر بنرفض الكلام ده. تمام. بنرفض ال H0، ريجكت ال H0 واكسبت ال H1. واللي بيتلخبط انا كنت بقول لكم حركه حلوه كده، وكانها الخطوه الثانيه والخطوه الثالثه. انت الثاني رقم 2 طبيعي انه اصغر صح؟ فلو 2 اصغر من 3 ده كلام منطقي اقبل. اما لو الخطوه الثانيه اكبر من الخطوه الثالثه ده كلام مش منطقي ارفض. فاهم؟ بس يعني ده كان بالحب ما بيننا كده. تمام. مش ده اللي يتقال لك في اللي تشوز يعني. هنا بيقول لك ايه الحاجات دي اللي هي مش من خصائص التي ديستريبيوشن. هي كونتينوس، ايوه هي قريبه لموضوع النورمال ديستريبيوشن. تمام. والمين بزيرو، ايوه زي الزد المين بزيرو. وسيمتريكال، ايوه اللي هي الفكره اللي هي عامله كده دي. تمام. فخلاص من غير ما نتكلم في الحوارات دي يبقى هي ايه الاجابه الاخيره؟ هي ايه اللي مالناش دعوه بيه. بيقول لك دلوقتي عشان تعمل انترفال للبروبورشن اللي هي البي، هل احنا كنا بنحتاج الباينوميال في حاجه؟ هنا بقى طبعا دي اول اختلاف على ما اظن يعني هنواجهه بقى. اللي هو فكره ايه؟ ان احنا محتاجين ان احنا نقابل الباينوميال كونديشن. ايه؟ صريخ في قاعة. عامة يعني ما توجعوش دماغكم يا جدعان، في الاول والاخر لو طلع فيه اختلافات في سؤال ولا سؤالين مش هم دول الدمار يعني. تمام. مش خلاص هم دول اللي هنلاقيهم جوه الامتحان وضامنين مليون في المية. اسعوا طبعا عشان لو جت. بس انا يعني ما قلتلكوش غير كده غير بعد ما اجتهدت، وطبعا الله اعلم يعني، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. انا ده بعض العلم البسيط اللي انا اعرفه او اللي اتعلمته يعني، ان البروبورشن بيحتاج نفس الخصائص بتاعه الباينوم، ان السامبل سايز بتبقى اندبندنت ترايلز، وبرضه بيبقى عندك اجابتين بس وتختار ايه او بي وهكذا، هيد وتيل الحاجات دي. وان طبعا كل probability كل ترايل عندها نفس البروبابيلتي، الحاجات اللي كنا بنقعد نقولها يعني. ومن هنا بيطلع لنا حاجه هتفيدكم تحت، ان الان بي اكبر من ال5 والان واحد ناقص بي اكبر من ال5 من الشروط يعني. تمام. فنيجي هنا نشتغل. يلا بينا بسم الله.
هتلاقي ان السايز عندي ان هما ايه الان ب100. حلو تمام. هو طبعا كده كده واضح ان هي الارقام بايظه في السؤال يعني، مش بس الرموز، يعني الدنيا بايظه، فما تركزوش قوي يعني في الحاجات دي، سؤال بسيط. يعني دلوقتي بيقول لك المين والفاريانس ده اشكالهم اللي هي دي تقريبا اكيد طبعا كانت الميو، بس هي اللي كان بيكتب بقى على الوورد ولا مش عارف جايبينها منين. تمام. انما اظن يعني بخبرتي البسيطه ده اكيد كانوا بيعملوا كوبي بيست فحصل الايرور ده او بيحولوه، عشان ساعات بعمل الحاجات دي. تمام. المهم سامبل مين اللي هو ايه الاكس بتساوي 40، فخلاص هتبقى الاس ب8، فهتبقى 95%، يعني الالفا ب5%. فهو عايز يجيب الكونفيدنس انترفال اللي هو القانون بتاعي اللي احنا حافظينه، بوزيتيف نيجاتيف زد الفا على 2. وبعد كده بتكتب بقى الستاندرد ديفيجن، سواء ان هو المنظر ده او المنظر ده، روت ان. ايه ده؟ طب انا اشتغلت بزد ليه مش بتي؟ واضحه ان انت خلاص الان اكبر من 30، فخلاص انا مش هفكر اصلا معايا اس ولا معايا بتاعت البوبيليشن، هي مش فارقه معايا. تمام. هو المهم ان انا اخش بزد واعوض بالستاندرد ديفيجن، مش فارق معايا اسمها دي ولا اسمها دي. بس وهيطلع لك اجابتين، لو هي ارقامها مظبوطه يعني هتبقى دي ودي، يعني حتى لو ارقامها مش مظبوطه ما فرقتش معانا يا جماعه يعني، فاهم؟ طالما السؤال سهل يبقى خلاص. هنا بيقول لك الان ب100، ماشي نفس الفكره، ايوه نفس الارقام. ايش طيب احنا ممكن نعوض هنا. يعني هو بيقول لي الان ب100 ماشي، والسامبل مين ب40 في السريع، والاس ب8، وبيقول لي احنا كده هنريجكت ولا هنأكسبت. طبعا انت كنت هنا بتروح تكتب اتش 0 واتش 1، فاحنا مش محتاجين، هو كاتبها لنا. بعد كده كنت بتروح تجيب التيست اللي هو يا زد يا تي، وطبعا هي اكبر من ان يبقى زد، قصدي اكبر من 30 يبقى زد، اكس ناقص الميو على الستاندرد ديفيجن على روت ان. وزي ما قلت لكم في حاله المين بتاعت السامبل الواحده وانت بتذاكر ما تفرقش معاك تي ولا زد في التيست، هي كده كده القانون وانت بتعوض هيمشي معاك، ما تزودش نفسك، هو نفس القانون، عشان بس وانتوا بتسهلوا نفسكم الحفظ يعني. تمام. بس فهتعوض 40 ناقص الميو اللي هو بيبقى في السؤال 41، الاس اللي هي 8 على روت ال100، نشوف هتطلع بكام. هتطلع معايا نيجاتيف 1.25. وطبعا وانتوا بتعوضوا دي يعني خلي بالكم يا جماعه وانتوا بتكتبوها على الكالكوليتر، عشان في ناس لما بتيجي تكتب الاوفر بتكتبها غلط. يعني انا شخصيا الصراحه ما بعملهاش كده مره واحده على الكالكوليتر، انا بعملها ازاي؟ 40 ماينس 41 عادي لوحدها ديفايدد 8 اوفر روت 100. انا بكتبها كده على الكالكوليتر بتبقى احسن لي، بدل ما اكتبهم فوق بعض ادخل حاجه غلط الاقي الاجابه شكرا. طيب كده انا جبت ايه الزد. بعد كده كنت بروح اجيب تالت خطوه عندنا الكريتيكال. حلو كده. كريتيكال اللي هي ايه؟ طالما اشتغلت بزد يبقى زد، بس كان بيبقى ناقصك تبص يمين ولا شمال، ودي كنا بنعرفها منين؟ من اتش 1. كنا بنروح نبص وكأن ده سهم، صح؟ يعني وكأنه عامل سهم، السهم اهو، راس السهم اهي، يعني كانوا بيقولوا لي روح فين؟ شمال. او دايما بص على النقطه واحده، يعني كأن دي نقطه ودي نقطتين، بص على النقطه ورايح النقطه فين؟ على الشمال، يبقى رايح الشمال، يبقى ليفت. واحنا ليفت او رايت بتبقى ايه؟ الفا. فانت بقى حافظها بنيجاتيف 1.65 تقريبا، اللي هي عشان عند 5% يعني، وهنقارن الاتنين ببعض. فآخر خطوة كنا بنقارن اللي هي بالبوزيتيف 1.25 1.65، فهتلاقي ان الخطوة التانية اصغر من التالتة، ده كلام منطقي. فانت هتأكسبت ال H0 وتريجكت ال H1. فانت اكسبت ال H0 يعني اكسبت النال هايبوثيسيس ايا كان. هو هنا بيقول لك ايه؟ كانت ريجكت ال H0، يعني انت قلت لي ايه في الاتش 0؟ قبلته. يعني ايه كانت ريجكت؟ يعني ما ينفعش ترفضه. وسبحان الله الاتنين نفس المعنى، فيبقى انت تمام. حلو كده. طيب نيجي هنا الاختلاف الثاني، هنلاقي ان احنا في افكار كتير لوجهة النظر. انا عامة مقتنع بالاجابة، بس شرح طبعا كل واحد والله اعلم ايه وجهة النظر من ورا السؤال ده. ولكن انا في حاجة مقتنع انا بيها شخصيا، لا تعتمد عليها. تمام. هو بيقول لك دلوقتي السامبل مين 42، صح؟ نفترض ان هي دي الجديدة اللي انا بتوقع بيها يعني. تمام. يعني احنا لما كنا لو تفتكر كنت اجي اقول لك انت هتخلص الشغلانه بتخلصها في تلت ساعه، جيت انا قلت لك طريقه جديده هتخلصها احسن، فقلت لي ايه؟ يبقى خلصها في اقل. ده اقتراحك ان المين ساعتها يبقى اصغر من تلت ساعه، فاهم؟ ده كان وجهه نظرك. فكنت انا بروح اختبرها، يا اما كلامك بيطلع صح فتبقى اصغر، يا اما كلامك بيطلع غلط فتبقى اكبر. تمام.
هنا بقى السؤال اساسا من وجهة نظري الشخصية هو غلط من غير حاجة. ليه؟ لان هنا، او مش غلط يعني، هي الاجابة فعلا ولا واحدة تعرف تعملها. ليه؟ لان انت هنا قدامي اختيارين صح؟ ما انا مش مالهمش تالت، ما هو يا ده يا ده. بس يا جماعة انا ده وجهة نظري الفلحوسة، ها ماشي؟ يعني اعتبروني بفتي حلو كده. المهم ان احنا كلنا متفقين على نفس الاجابة وخلاص. انا بالنسبة لي شايف ان الكلام مش منطقي. ليه؟ لان انا دلوقتي انا قدامي طريقتين، يا ده يا ده صح. فمن وجهة نظري الشخصية لما نروح نشوفها هنلاقي ان هنا مثلا بيقول لك هو اختيار يا اما ميو زيرو ب 41، يا اما الحاجة البديلة ان هي اصغر من 41. يعني طب هي 42 ولا 41 ولا اصغر من 41؟ طيب انا اعمل لك ايه؟ طيب فاهمني؟ ده كان وجهة نظري انا. لا تعتمد على هذه الفكرة قشطة، انا بقول لكم والله. يعني لما تبقى حاجة انا جايبها بفهلوة بالنسبة لي انا بقول لك تمام، ده وجهة نظري، الله اعلم انا صح انا غلط الله. طيب سامبل سايز 49 حلو، سامبل مين ب 55، سامبل ستاندرد ديفيجن ب 10. وزي ما قلنا هو مش لازم يلزق لي يا جماعه السامبل، هو طالما جه الكلام بعد سامبل خلاص. طيب 99% يعني الفا بواحد. هو كده كده الراجل جدع اهي، هي كاتبه لكم الاجابه اساسا وريحنا دماغنا. طيب هات لي الكونفدنس انترفال، خلاص يبقى انت هتروح تعوض بوزيتيف نيجاتيف واللي هي الزد اللي هي مديها لك في الاس معانا ب10 على روت الان اللي احنا جايبينها ب 49. فطبعا هنا غلاسة الموضوع مش في الحاجة نفسها، هي غلاسة الموضوع ان انت هتوصل عند ايه؟ عند 55 بوزيتيف نيجاتيف 3.6857 مثلا. تمام؟ ان انت لو زودت مرة ال 55 هيطلع لك الاجابة 58.685. احنا بناخد احتياطنا يعني تمام 7 اهي. ولو نقصت ال 55 هي انا بجربها معاك، لو نقصنا ال 55 تطلع معانا ب 51.314. حلو كده. فاحنا هنشوف الاجابه المنطقيه الاقرب لينا يعني. تمام؟ يعني هنا 51، انا هنا 51 ايه 0.3، يعني لو قعدت اقرب دي اقرب دي هي هتفضل 51.3 خلاص، اللي هو التقريب يعني يتعلي ولا لا. فيعني لو مفيش غير 51 في السؤال خلاص 51 كويسه رضا. لكن لو جو بقى اني اصح اجابه يبقى خلي بالي طالما هم قريبين من بعض. التانية 58.68. الله، طب ما هي حلوه اهي 58.68 ممكن، بس زي ما قلنا هي مختلفه بالنسبه لي هنا. ده لو جو اصح هنا تيجي تبص 51.3 تمام مظبوطه. طب و 58.7 هتنفع؟ اه تنفع، لان انت هنا ال 8 لما تزودها يبقى 58.7. يبقى هنا انت الاتنين مظبوطين معاك بالظبط، انت ما شلتش حاجه. تمام؟ 51.32 و 58، هي 51.32 دي صح، لكن 58 غلط، لان انت لما هتقرب ال 7 هتبقى 59 فاهمني؟ فتبقى دي اقرب اجابه. حلو كده. تمام. هنا فكره السؤال انه بيغفلك اقرا وطلع الجيفن وهكذا، ويجي يقول لك هات لي بوينت استيميتور. قلت لك انا ايه في الاول الرغي اللي قلته لك؟ استيميتور اللي هو الحاجه اللي بقدر بيها ايه. هو المره دي بيسالك عليه على المين، يعني المين كنت انا بروح بقدر بمكانه ايه؟ بالسامبل مين. ايش طيب انا اطلع ادور فين السامبل مين عندي في السؤال، هلاقي ان هو ب 8.6. شكرا، يبقى الاجابه 8.6. بسم الله. الالترنيت هايبوثيسيس ده اللي هو اتش 1، والتاني ال اتش 0 اسمه نال هايبوثيسيس. تمام؟ عشان اللي مش عارف، فهو بيقول لك احنا بنقبله امتى؟ لما بنرفض النال هايبوثيسيس. يعني انت لما بترفض اتش 0 بتقبل اتش 1 بس، كلام منطقي. طب التانية عشان نتاكد برضو على طول فيها الايكوال؟ لا، اللي على طول فيه الايكوال مين؟ اتش 0 اللي فوق هو اللي على طول فيه الايكوال، مالناش دعوه بالاي الكلام ده. تايب 1 ايرور، حد فاكر ايه تايب 1 ايرور؟ تايب 1 ايرور اللي هو انك تعمل ريجكت للاتش 0 وتاكسبت الاتش 1. هو ده الغلط الاولاني اللي ممكن تكون عملته. ايه ده؟ مش فاهم يعني ايه. يعني انت ممكن تكون غلط عملت ايه؟ انك رفضت الاتش 0 مع انك كنت المفروض تقبله. ده الغلط الاولاني وبيسموه برضو ايه؟ الالفا. والغلط التاني انك قبلت الاتش 0 مع انك كنت المفروض ترفضها وبيسموه بيتا. حلو كده. تعالى نقرا هل الاجابه اللي هي قايلها منطقيه. rejecting the null hypothesis when it's true. عملنا reject للاتش 0 مع ان هي كانت صح والمفروض انك تقبلها.
الكريتيكال فاليو هي البوينت اللي بتقسم الاكسبتنس ريجون فروم ذا ريجكشن ريجون. انا مش فاهم حاجه. فاكر الكريتيكال فاليو دي اللي هي كانت ايه؟ لما كنت بتقولي يمين ولا شمال، بس انت ما كلمتناش هي ايه يمين وشمال دي. يمين دي اللي هي الحته دي، وشمال اللي هي الحته دي، ودي اللي هي ليفت تيل. ويعني ايه تو تيل؟ يعني الناحيتين بس كده. فالمنطقة اللي احنا بنشخبط عليها دي اللي نرفض فيها، والمنطقة البيضة دي هي اللي نقبلها، اللي نقبل فيها. طيب وايه النقطة اللي هنا بقى؟ فاكر لما كنا بنقعد نرسم الرسمة وروح يمين وروح شمال كان بيبقى ده الحرف زد، صح؟ هي دي بقى كريتيكال فاليو. تمام؟ يعني هي النقطة دي كريتيكال فاليو، هي فعلا اللي بتفصل الكلام. بس لما احنا كنا بنقعد نعمل كده في النورمال ديستريبيوشن لو تفتكر، وروح قبل الزد وروح بعد الزد واديها بقى. تايب 2 ايرور زي ما قلنا ان هو ايه؟ ان التاني بقى اكسبت الاتش 0 وارفض الاتش 1. فهو بيقول لك اكسبت ا فولس نال هايبوثيسيس، يعني انت قبلت الاتش 0 بس هو كان غلط. خلي بالك برضو من لعب فولس وترو والجو ده، مش اول برضو ما تلاقي اكسبت النال هايبوثيسيس يبقى تمام. افرض قايل لك اكسبت ترو نال هايبوثيسيس، يعني بيقول لك انت عملت اكسبت حاجه صح. طب ما ده مش ايرور، طب ما انت جامد، فاهم؟ هنا ما فرقش معايا بقى تو سامبل مش من تو سامبل. هو سالني ان الايكوال ساين بتبقى على طول في النال هايبوثيسيس اللي هو في الاتش 0، وده حقيقه احنا على طول دايما العلامات الايكوال اللي هو لما باجي اعمل دي، لما باجي اعمل دي، لما باجي اعمل دي بتبقى فوق. بص هنا انا نص مقتنع. يعني ايه نص مقتنع؟ يعني احنا بنشتغل بالزد فعلا لو انا عارف الاثنين population standard deviation، يعني انا عارف اللي هي دي وعارف دي، انا مقتنع تمام. بس لو كان قال لي دي من شروطها انه لازم يحصل، انا ما كنتش هبقى مقتنع. فاهمين الفرق ولا مش فاهم؟ يعني احنا بنشتغل بزد لما نبقى الاتنين عارفينهم، ما بنشتغلش بتي. احنا بنشتغل بالتي لما نبقى مش عارفين واحده فيهم مثلا، والشرط التاني بتاع الان، والشرط بتاع النورمال، والشرط بتاع الفاريانس والحاجات دي. تمام؟ فاحنا بنشتغل بزد. بس هل لازم عشان تشتغل بزد، عشان حد منكم سالني السؤال ده، لازم الاتنين ابقى عارفهم؟ لا. انتوا نسيتوا ان احنا ساعات بنحل زد واحنا شغالين بالاس عادي. فاهمين الفرق؟ هو هنا مش قايل شرط، هو انا قايل انت بتشتغل بيها، تمام بشتغل بيها مفيش مشكله. لو انت بتاخد فيزا، فاهم؟ ايوه تمام. حلو كده. معلش مشوا الدنيا معايا، مشوا. بحاول اطلعكم من السسبنس اللي انتوا فيه ده. طيب بيقول لك بقى من شروط البروبورشن، قعدنا نتكلم في الحوار ده معاكم فوق، صح؟ فساعتها لما انا رحت رامي لك جمله في النص وقلت لك ايه، عشان كنت عارف ان السؤال ده برضو فيه حوار، اللي هو ايه؟ ان هي دي ان بي وان واحد ناقص بي اكبر من الفايف. زي ما قلت لكم فوق الشروط ان هي شبه الباينوميال، ان هي بتبقى قريبه للسيمتريك مش قريبه للسكيود اصلا. تمام؟ وان الترايلز لازم تبقى اندبندنت، الترايلز شبه الباينوميال كده. وان احتمال كل مره تبقى ثابته، الاحتمال ما بيبقاش بيتغير. ماشي؟ يبقى افتكر الحاجات بتاعت الباينوميال اللي بنقعد نلعب بيها هي. وقلنا ان بي اكبر من الفايف، وان في واحد ناقص بي اكبر من الفايف. طيب هنا بيقول لي مين بقى؟ هي مش نوت من الاندبندنت سامبل، من شروط الاندبندنت سامبل اللي هو العينتين يعني اللي كنا بنشتغل فيهم. حلو كده. بتاع المين احنا كنا ساعات بنشترط النورمال، كنا بنشترط النورمال ساعات. هل ساعات كنا بنشترط equal population standard deviation؟ ساعات كنا بنشترط الموضوع ده في التي، اخر واحده في الجدول هتلاقينا كاتبينها في بارت 10 تقريبا. هل انا بقى عمري جيت قلت لك ان السامبل سايز قد بعض؟ لا. حتى عما كنا بنيجي نحل كنا نحل مره ان واحد ب 12 وان 2 ب 10 وهكذا. تمام؟ طيب هنيجي نقول الكلام. انت عندك هنا بيقول لك على المين، تمام؟ على المين، وعامل لك بولد على المين، على المين. تمام؟ at least one of the sample must have 30. هو احنا ساعات كنا بنحل بشرط بقى اقل من ال30 وبتاع، بس هل في كل الحالات لازم واحده منهم تبقى اسمه ايه ده عندها 30؟ لا. احنا عادي كنا بنشتغل في حاجات قليله زي ما انا ضارب لك فوق 10 و12، فدي كده كده ايه؟ غلط. تمام؟ طيب الاثنين لازم يبقى عندهم 30، نفس الكلام اللي انا لسه بقوله. طب ان بي، ايوه انت لسه قايلها. ايوه بس قايلها في مين؟ في حاله اللي هي البروبورشن. تمام؟ حلو كده. فيبقى الاجابه none of the above. هنا بيقول لك الطرق مختلفة عشان الاستيميشن، عشان ان انت تقدر بيها. احنا كنا بنقدر بطريقتين فعلا، البوينت اوف استيميشن، وكنا بنقدر بالانترفال استيميشن. فيبقى انا فعلا الاجابتين
بوينت استيميشن دي لما كنا بنعمل مثلا المين لوحدها، انترفال استيميشن اللي هو لما كنت بتطلع الاجابه مثلا، يعني همشيها بالكده يعني، فاهم؟ حلو. طيب يجي يقول لك expected value بتاع الاستيميتور. الاكسبكتد دي انت فاكر هي كانت ايه صح؟ اللي هي المين بتاعت الاستيميتور. هو بيقول لك ايكوال لمين؟ البارامتر، يعني ايكوال للمين. فدي بنسميها ايه؟ دي حاجه كده حفظ على فهم، دي كده عدم تحيز. طالما هم قد بعض يبقى مفيش تحيز. اللي هو ايه يعني؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني unbiased بس. وممكن بشكل اخر يعني اللي هي ايه؟ اي اكس ناقص المين بتساوي ايه؟ زيرو بس. فلما تلاقي اي اللي هي الاي ناقص المين ما بتساويش الزيرو، يبقى برضو دي ايه؟ بايزد بقى. تمام؟ فاهم الفكره؟ ما هي دي هي دي، اكنك وديتها الناحيه التانيه. احنا بس ايه بالمره طالما هي جابت الشكل ده يبقى ناخد احتياطنا عامه كتشوز بقى. وبرضو انت اكيد فاهم ان هي دي اللي هي الاي دي برضو اللي هي ميو بتاعت المين نفسه، السامبل مين نفسها، وميو دي بتاعت البارامتر البوبيليشن كلها. بيقول لك حاله عن البوبيليشن بغرض ان انت تعمل تيست. هو انت عشان تعمل تيست بيبقى فيه افتراض اصلا، فرضيه اللي هي ايه؟ الهايبوثيسيس دي معناها بالعربي يعني. تمام؟ عشان كده اسمها هايبوثيسيس تيستنج. حلو كده؟ فانت الاول بتعمل الافتراضيه وبعد كده تروح تعمل لها التيست. حلو كده؟ برضو يا جماعه عشان تبقوا فاهمين، تقعدش مقلق انا مش عارف كل الحاجات دي. تمام؟ ان هو مش طبيعي ان هي تفضل تجيبها بنفس الحاجات دي بس. لو هي جابتها بنفس الحاجات دي يبقى فل، اديك عرفتها الحمد لله. تمام؟ لكن هل انت تعرف كل حاجه في الدنيا؟ عشان بس نبقى متفقين يعني يا جماعه، خلينا واقعيين. في اسئله بتتسال بتتوهنا، ايوه بتتوهنا، وده دليل على كده ان انتوا عمالين تبعتوا لي دكتور فلان والدكتور فلان والدكتور فلان قال كذا وكذا وكذا وكذا. في اختلاف عادي يعني ما بين اللي بيشرحوا لكم اصلا، عادي. ايه المشكله؟ فاهميني؟ وده مش معناه، عشان بس انا يعني الحاجات دي بتستفزني جدا ان في حد اجمد من التاني. يعني افرض انا طلعت الكلام ده كله صح وحد تاني راح جاي مطلع حاجات غلط. ايوه بقى ده جامد ده. احنا النقطه دي معلش حابب اقول لكم كلمتين وهنصحكم في الاخر نصيحه ليكم بقى عامه بره الموضوع ده. افتكروا بس كملوا الفيديو للاخر، ده ليكم عامه والله ان شاء الله. عارفين ان احنا بنتعامل كاخوات، فسامحوني اسمعوا لي الدقيقه دقيقتين دول، النص ثانيه لو هتسمعوا لي. ما بلاش فكره الكلام اللي بتستسهلوه ده، مش على الدكاتره بس ولا اي حاجه والله. الاغتياب والنميمه دي هنتحاسب عليها كلنا. فلانه عملت، فلان عمل، اوبا ده وحش. لما تيجي تبدا تتكلم على دكتور او دكتوره ان دي وحشه، دي مش عارف ايه، وانت اصلا ما حضرت لهمش، بناء على ايه بتتكلم؟ اصل صاحبتي، صاحبتك، صاحبتك، صاحبك، حد قال يا عم. ممكن الراجل ده يكون صادق، ممكن يكون فعلا راح وما استريحش، ده دليل ان هو وحش؟ لا يا عم، حد ما استريحش مع فلان ده معناه ان انت مش هتستريح معاه؟ لا. يعني انتوا من فضل ربنا اللي بيسمع لي دلوقتي مثلا ان شاء الله يكون مستريح. هل ده معناه ان كل الناس اللي بتسمعني مستريحه لي؟ اكيد طبعا عشان انا جامد. لا بهزر. اكيد لا، اكيد لا، عادي. ربنا الحمد لله من فضل ربنا انه حط قبولي عندك انت اللي بتسمعني، بس ده مش لازم يكون عند كل الناس. ممكن يكون طريقتي ما بيجيش مع حد، عادي. ده عيب بقى وعياط بقى ليه؟ كل واحد يعني زي ما بيقول لك ينام على الجنب اللي يريحه يعني. بس لا، يا سنة نام على الجنب اليمين. تمام؟ ناخد ثواب من اي حاجه، المهم. فهي نصيحه بس صغيره عشان كانت في بالي، استفزتني جدا لما نزلت شفت موقف كده. حد دخل بيقول بص، طبعا يعني بيقول للناس بتوع السنتر وبتاع انا هجيب بقى مش عارف 6 واجيب مش عارف مين بس دخلني ببلاش. فانا والله ده كانت النيه اللي انا رحت في ساعتها منزل الكورس. قلت لو في ظروف للناس والله ما عندي مشكله، وقايل لكم الكلام ده 200,000 مره، تنوروا من غير فلوس، تنوروا بالمناسب ليكم. بس انا قلت ايه، طالما في ناس بقى فعلا متضرره احنا نقلل للناس كلها. بس انا مش مدخل اي حد بالنيه دي بقى، فاهم؟ بالعند بقى في الموضوع ده، عشان ده انا بالنسبه لي ايه ده؟ انت عايز تقول ايه من الحوار ده؟ عايز اقول لك ما تثقش حتى في الناس اللي بتقعد تقول لك فلان ده وحش وفلان ده مين. يعني انا لو كنت قلت للولد ده تعالى تنور، كان هيروح يقول للناس ايه؟ دكتور اكمل ده اجمد واحد في الدنيا، ده ده اوعى الامتحان ما بيطلعش بره ورقه، ده بيخلص المنهج في ربع ساعه في كوبايه شاي. تمام؟ فصاحبك ده اللي بيتكلم معاك اللي بتقول لك تعالى مش عارف ايه، مين قال ان هي فعلا الدكتور مش قايل لها بصي ظبطيني وانا هدخلك عادي وانا هخليكي تاخدي ببلاش؟ عادي، ده ممكن. انا مش بقول لك بقى قول على الناس اللي حواليك وحشه، لا، بس بقول لك انت عايز اسمع، انت كبير، روح شوف يعني جرب.
يا عم ما تجربش، بس سيب الناس في حالها. ما تقعدش تتكلم عن الناس وحش. مش معنى ان دكتور اكمل بالنسبه لك كويس يبقى الناس التانية وحشين جدا. لا، راعي ان كل واحد بيحاول يساعد. يعني انا والله العظيم انا فرحان بفكره وجود دكتور فيصل في نفس الفكره يعني، وده شرف ليا يعني، ربنا يجازيه خير يعني. هو اكيد طبعا اقدم مني يعني، بس انا فرحان عشان يبقى في حد بيزق معاك كده. ويزق معاك مش قصدي حاجه طبعا، قصدي يزق معاك في خير. يعني بينزل البي دي اف تلاقي ان هو بيحاول بقى يحط عربي، نفس فكره اسكندريه. يعني انا جاي لكم بهذا الاسلوب عشان انا جاي من اسكندريه عادي، فحاجه حلوه جدا مش حاجه وحشه يعني، ربنا يكرمه. وربنا يجازيه خير، بينزل حاجات على اليوتيوب برضو لكذا ماده فده يستفزني اكتر ان هو يلا بينا لا انت هتعمل خير، انا اعمل لك خير، انا اعمل كمان خير، فاهم؟ فربنا يبارك له يعني. وطبعا انا باكد على هذا الكلام ان انا عارف ان كل دكتور دلوقتي ممكن يكون حل طريقه الجايد بطريقه من وجهه نظر. فلو حصل ما بيننا اختلاف في اي حاجه، دي في الاول والاخر وجهات نظر، الله اعلم. ليش قطعتكم ده لو حد قاعد يسمع الوقت ده؟ بس خدوها مبدأ ليكوا يا جماعه، ما تقعدوش تتكلموا خلاص، لان الكلام ده هتتحاسبوا عليه كلمه كلمه. والمشكله ان دي انتوا لما تستغفروا ربنا، لو في ذنب للنميمه كده، للاغتياب اللي هو من بينك وبين ربنا، ربنا يغفره لك ماشي. بس ذنبي انا، ذنب الدكتور الفلاني، ذنب الدكتوره الفلانيه لان انت اتكلمت عليها وحش، لا، انا اللي هتجيلي في الاخر، هتجيلي في وشي، فاهم؟ هتجيلي في وشي انا، وهتبقى مستنيني انا يوم القيامه اللي انا هبقى اصلا واقف على اي حسنه بدور عليها. يا رب يعني نخش على طول من غير حساب. بس تخيل انت وانا بقى تيجي وانت بتختبني اروح جاي ايه، بقول لك مش عايزها مثلا، خلاص انا مسامح. انت متخيل هتبقى صعوبه الموقف عامله ازاي؟ الشخص اللي انت بتتكلم عنه هيبقى في امس الحاجه انه ياخد منك انت حسناتك او يديك من ذنوبه. وطبعا الكلام ده انا بقوله لكم مش عشان الدكاتره، عشان نصيحه النميمه والاغتياب. انتوا عارفين طبعا ان كل ما احنا نبقى فاضيين تعالى نتكلم على دي، تعالى نتكلم على ده دي عمل، ده عمل، ده عمل، وتقعد تاكل من لحم اخوك حرفيا. واحنا اصلا مش ناقصين يا جماعه، ده احنا مستورين بالعافيه، انتوا عارفين اللي فيها، كل واحد عارف بينه وبين ربنا يعني، احنا بشر. عايزين اي حاجه، اي حاجه بيها نقرب كده، اي حاجه نقابل بيها ربنا كويس، فمش ناقصه يعني. والله يعني اللسان ده ممكن يفاجئك لا قدر الله يوم القيامه. فخلي بالكم، ما تستسهلوش الكلام، ما تستسهلوش الكلام. جواك حاجه خليها نفسك بينك وبين ربنا. بلاش تتكلم عن حد وحش، بلاش تنقل عن حد كلام على حد. علمي ان النميمه دي تنقل حاجه حصلت، الاغتياب تذكر حد بحاجه ما يحبهاش، البهتان ده انك تتكلم بحاجه ما حصلتش، انت ممكن تقع في الثلاثه. بس عشان ما اقطع يعني ايه 5 دقايق كده في النص، نرجع تاني. معلش انا اسف، لسه مع سمع، انتوا عارفين يعني انا بحاول ناخد صواب بعض باي حاجه. طيب any hypothesis which tested purpose under the true is called. دي هي النال هايبوثيسز، احفظها ارزع فعلا، يلا بينا هوبا. طيب احنا دخلنا في الحفظ، فانت في الحفظ ايه بقى؟ خلاص بقى ارزع بقى حفظ، واي حاجه تشك فيها اكتبها على طول اساسا، وفكك مني اكتبها على جوجل. اكتب نفس السؤال هتطلع لك الاجابه بكل ثقه ودغري عادي. تمام، ما عدا هنا انت اكيد مش محتاجه، انت عارف ايه الصح لوحدك، صح؟ منطقي يعني. اللي هو مين؟ كريتيكال فاليو. اللي حضرتك احنا قلنا من شويه الزد، فاكر ولا مش فاكرها؟ نفس الفكره اللي هي كريتيكال فاليو، مش كريتيكال ريجون، مش منطقه. تمام، بوينت اوف استيميت. حفظ دي اللي انا قلت لك عليها تاني، الجدول اللي على اليمين في الورقه اللي مديها لك. تمام، هو انا بيتهيالي ولا هي بدات تكرر الكلام؟ هنا برضو نفس الاختلاف زي ما قلت لكم، انا وجهة نظري ان هي دي، وبكل دغري عادي انا بقول لكم وجهة نظري دي جبتها منين؟ جبتها من على النت. اه والله سيرش وادور وبتاع. عادي جدا لحد ما لقيت الموضوع ده. فده وجهة نظري او وجهة يعني اللي انا اتعلمته عن طريق البحث عن الموضوع. النال هايبوثيسيس هنا انت دي حاجه اللي انت لسه حافظها فوق اساسا، ان ده اللي هو ايه النال هايبوثيسيس فعلا. وبعد كده will always contain the equal، الايكوال ده اللي هو ايه اللي فوق، اللي هو احنا كنا عارفين هو ايه h0. مفهوش less than 0، لا ده عادي، ده مش تبعنا، يبقى ايه a و b. تمام، لانه لو فاكر من الترم الاول احنا عادي، انت كان بالنسبه لك لما كانت بتبقى الارقام نيجاتيف وتيجي تجمعها على عددها بتطلع الاجابه نيجاتيف برضه عادي يعني. ده بكلمك يعني كمين يعني، والجو ده. H1 حاسس نفس الكلام صح. accepted if the null hypothesis is rejected، يعني انت لو رفضت ال H0 بتقبل H1، ماشي شكرا. بصوا احنا هنا بنشتغل بيها كتير. تمام، ما بين 0 و 1
ايوه تمام، هي ما بين 0 و 1. ايه حوار بقى المعنى؟ فاكر لما قلت لك الايرور الاولاني ايه هو؟ انك ترفض اتش 0 مع انك كنت المفروض ترفضه، قصدي المفروض تقبله، ريجكت ذا انذر وين اتس ترو، صح؟ وقلت لك ساعتها بنسميه ايه؟ الفا. والتاني قلت لك بنسميه بيتا، يبقى هي ايه دي؟ تمام. طيب 1 ايرور هو في ايه يا جماعه؟ هو انا بيتهيألي ولا الموضوع بيتكرر؟ ماشي، دي بديهيات، هي في ناحيه واحده فعلا زي ما وريكم رسمه. طيب تو ايرور اوكيرز وين اكسبت افون، ايوه اكسبت الاتش 0 هي غلط، نفس الكلام. ودي تمام لان احنا اتكلمنا في الحاجات دي قبل كده، ماشي قشطه. السؤال ده بقى بالذات خلي بالك منه ليه، ومش لازم هو تمام، خلي بالك من اخواته، لان هي في اخر محاضره قعدت تقول الجمله دي، فيبقى نخلي بالنا منها احتياطي. دي بتستخدمها امتى؟ انت كنت دايما بتشتغل يا زد يا تي يا بي، الحاجات دي كلها. المهم كان في كلام منطقي اللي هو مثلا ان اصغر من 30، انت عارف الستاندرد ديفيجن، مش عارف الستاندرد ديفيجن. لو لقيت الكلام ده كله في البايظ، او ان انت اصلا لو انت مش محتاج الكلام ده، مش معتمد عليه، هو ده النون بارامتر. يعني بيقول لك البوبوليشن لازم تبقى نورمال، لا ده العادي بتاعك، مش ده مش تبعنا. ستاندرد ديفيجن عايزينها، ده برضو العادي بتاعك، مش محتاج بقى ان انت تعمل اي افتراضات عنها، تمام ماشي. فخلاص يبقى هي دي بالنسبه لنا، وهتلاقي ان هي بتاكد علينا في الكلام ده زي ما قلنا دي في الجدول. بس ستاندرد ايرور اوف ذا مين ده فاكر لما انا كلمتك عليه؟ يعني ممكن يكون ده الاختلاف فوق ان مالتش اوف ذا مين مثلا، بس ماشي، اللي هو كان المنظر ده، صح؟ تمام، ده الستاندرد ايرور. فهو منطقي كل ما اللي تحت ده يزيد، يعني كل ما الرقم تحت عندك في اي، عارف 2 اوفر 1 لما تكتبها 2 اوفر 10 كده الرقم صغر، صح كده؟ بس هي نفس الفكره، فكل رقم من تحت ده لما يكبر كل ما الاجابه عندك تصغر، الاجابه توتال دي. بس عشان كده ستاندرد ايرور هيقل، هم عكس بعض. دي بقى على ما اظن انت عرفت تفتيها لوحدك. اكسبكتد فاليو ان احنا عارفين ان هي المين، فاول واحده في دول تعبر عن المين، شكرا اديها على طول. سبحان الله كنا لسه بنتكلم فيه، قال لك الاكسبكتد فاليو اللي هي ايه؟ المين اساسا، هوبا اللي هو اساسا بكام؟ ب 75، شكرا. ودي نفس اللي انا قلت لك ان كنت حاططها في اول بارت 10، الجدول الصغير بتاع اللي انت لما بتاخدها من نورمال بتبقى هي نورمال. اما لو انت واخدها من حاجه مش نورمال او قايل لك ان معرفش بس الان اكبر من 30، كنت انت ساعتها بتقول لي ابروكسيميتلي نورمال. فهي عشان كده نفس الفكره، يعني ان انت بتقرب عشان ايه؟ كل ما هي بتبقى اكبر كل ما هي ايه؟ بتقرب للنورمال يعني. دي لسه قايلينها هي بشكل تاني، الانبايزد اللي هو مش متحيز، اللي هم قد بعض، تمام. بوينت استيميت هي يعني هي عماله اكررها لك، يعني عارف لو الاسئله دي ما جات لك وانت ما جاوبتهاش وما رحتش بصيت على الجدول اللي انا بقول لك عليه هتزعلك، تمام. هتيجي هنا تدور على الجيفن بتاعتك وتروح عشان هو عايز منك الزد اللي هي عند 5%، اللي هي لما انا اجي اعوض هتقولي بس ثانيه، هي زد 1000 على 2 ولا زد 1000؟ ثانيه واحده بس عشان انا نركز مع بعض. هو احنا زد 1000 وزد الحاجات دي كلها يعني زد 1000 على 2 دي كانت بتتغير امتى؟ لما تبقى في موضوع الكريتيكال فاليو، فاهم، ويمين وشمال وتو تيلد. لكن هنا هو بيقول لك ايه اساسا؟ كونفيدنس انترفال. كونفيدنس انترفال هي زد 1000 على 2 ما فيهاش. فخلاص انت حافظ 5% زد 1000 على 2 1.96، طك طك. عادية 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 عادية. الله، ده انا عليا جمل، ده انا عليا جمل يا جماعة، والله العظيم ما كنت شايفها يا والله العظيم كان اقتناعي فوق بقولكم وانا مش شايفها. ايه ده اللي انا كنت بقول لكم عليه، اللي هو الكلام صح، هي هنستخدم زد، بس ده مش شرط مش شرط مش شرط. كمان يا جماعه انا مش محتاج احلف يعني يا جماعه، كلمتي تصدقوها مش مصدقينها مش مهم، عادي يا جماعه عشان انا كده كده من فضل ربنا بحاول عمري ما اكذب يعني. بس فكده على طول تشكوا ان انا كذاب، يلا المهم. الله، وهي طمنتنا هي في دي، قالت لك ايه؟ ان فعلا الحركه دي بتاعت دي للبروبورشن، تمام، مش المين. قال لها طب ما الكلام اتعدل تحت، هي فوق كان بيحصل فيه ايه؟ ماشي، طب ما ماشي قشطه. دي اللي انا كنت حاططها لكم في الورق بتاعت الديجريز فريدم، حتى في المراجعه قلت لكم هي ما جاتش سيرتها علينا بس هي معاكم احتياطي. لما يبقى عندك عينه واحده كنت بنعملها ان ماينس 1 لما تبقى شغال على حاجه واحده، فبتشوف عددهم وتنقص منه واحد يبقى هو ده الديجريز اوف فريدم. لكن لما تبقى عينتين شبه ما كنت بتعمل في التي، اللي هو ان 1 بلس ان 2 ماينس 2، هي دي. فانت هتعمل 10 بلس 8 ماينس 2 تطلع معاك ب 16، كلام منطقي. هتلاقوها في الورق بتاع المراجعه، حاططها لكم الحمد لله من فضل ربنا.
بس زي ما قلنا دي عشان عينتين، في المراجعه انا هتلاقيني حاطط حاجات عينه واحده او كلام على حاجه واحده، يعني مش فكره عينات، اللي هو يعني كلام على حاجه واحده، مش رجاله وستات مثلا، رجاله بس مثلا. تمام. ماشي، السؤال مكرر، السؤال مكرر. هنا نخش نشوف معانا ايه. هتلاقي ان ال n ب 10، يقول لك نورمال، يقول لك population، يبقى العلامة اللي شبه السيكس. السامبل مين اكس شرطة 95، يبقى الالفا ب5. هات الكونفيدنس انترفال، ارزع بوزيتيف نيجاتيف. اسال نفسي زد ولا تي؟ قلنا في كل الحالات بستخدم زد ما عدا حاله واحده، شرطين ايه هما؟ ان اصغر من 30. الله اهي جاهزه، يلا بينا. ومعايا السامبل ستاندرد ديفيجن اللي هي الاس. مش معايا، شكرا انا اسف. نرجع تاني، يبقى ايه ده حضرتك؟ زد الفا على 2 عادي. هنا بقى كتبتها اس، كتبتها دي، المهم ان هي ستاندرد ديفيجن، ما تزودش نفسك قشطه. انت تبقى عارفها لنفسك، لكن كارقام وخلاص قشطه بس كده. فهتروح تقول 20 بوزيتيف نيجاتيف عند 5% اللي هي ال 1.96. 5 على روت 10 ارزع. فلما هتجمعها مره هتطلع 23.099، ولما تنقصها هتطلع معانا ب 16.900. حلو، ندور على اقرب حاجه منطقيه. 23.1 هل دي منطقيه؟ انت لو عملت ابروكسيميشن هنا هتبقى ايه؟ 23.1 كلام منطقي. 16.9 الله جاهزه بس شكرا، يبقى هي دي. وبرضه نشك في نفسنا عادي، 23.1 دي 16، امال ال 9 راحت فين حضرتك؟ دي تبقى 17. فدي غلط، دي غلط، دي غلط، دي غلط، عشان اصلا كده كده هي ايه؟ لازم يا اما 16.9 يا اما 17. فشكرا. بص احنا نخلي بالنا في حاجة يعني عايز اقولها، ده فتي مني يعني. لما يجي يقول، جت في بالي مثلا مايلز والجو ده، هي مش دي طبعا، بس احتياطي يعني، مش هتعمل كده ان شاء الله. بس خلي بالك مثلا لو جابت سيره سنتيمتر 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 وراحت رازعه في واحده متر، انت ساعتها تحول المتر دي لسنتيمتر. هي ما بيحصلش وما قلتش انه هيحصل، بس احنا ما نضمنش اي حاجه، بخليها في بالك بس يعني، بحرص فاهم انت، مش اكتر يعني. وما تشغلش بالك بيها زياده بدل ما تتزاول. ماشي كده كده، دي ميزه اللي تشوز معاك، انك بتجرب وترجع تاني. طيب، قال لك العينه ب 10، السامبل مين 0.32، خلاص جاب سيرة السامبل، يبقى ارزع اي حاجة وراها ايه تبع السامبل. 5%، راح قال لك ارزع يلا اوبا زد ولا تي؟ كل حاجة زد ما عدا مرة واحدة تي، لو ان اصغر من 30 ولو معايا اس. شكرا. يبقى تي والمرة دي هي واحدة بس، يبقى ان ماينس 1. والفا على 2 دي كده كده الفا على 2 طالما في الكونفدنس انترفال. اس روت ان المين اللي هو ب 0.32 بوزيتيف نيجاتيف تي ان ماينس 1 اللي هي 10 ماينس 1 يعني 9. الفا على 2، الالفا اللي انت قلت ب 5% على 2 يعني 2.5%. تقريبا بتتكتب كده. المهم تايمز اس اللي هي 0.09 على روت الان اللي هي 10، صح كده؟ طيب دي كنا بنجيبها ازاي؟ المفروض انك عارف صح؟ قلنا حاجتين، يا اما يديك جدول فانت بتروح تبص في الجدول، تنزل كده لحد رقم 9 وتمشي فوق لحد 0.025، تمشي كده وتمشي كده وتخبط تبقى دي الاجابه. او قلنا ان ممكن تديلكوا شويه ارقام تحت وانت تروح تتاكد الصح بتاعتك، بس تخلي بالك عشان ما تزولكش، فاهم؟ لان هي ممكن تلعب معاكوا ايه، تروح قال لك تي 9 0.05 وتكتب لك اجابه، وتي 9 0.025 وتكتب لك اجابه. ايه مزاوله في اللي انت كاتبه ده؟ انك لما ممكن لما تلاقي الالفا 5% تقول تبقى هي دي على طول تك، مش وتنسى ان انت اصلا الفا على 2 يعني. ده مثلا يعني تجويد مني يعني. طبعا انت وقف واقرا السؤال بس عشان نحاول نختصر ننجز كده. هم عايزين يعملوا دمج، قال لك لازم اتليست عشان يحصل الدمج ده 3/4 الشركاء بقى ايا كان ايه هم يوافقوا على الدمج. فاخدوا عينه 2000 واحد، تمام، وفي 1600 منهم قال انه موافق على ان هم يعملوا الدمج ده. فقال لك هات لي estimate of the population proportion. what is the meaning of estimate لو سمحت يا فندم؟ فاكر حضرتك احنا قلنا ايه؟ انا برضو عمال افكرك بيها كتشوز كاي حاجه. الاستيميت دي اللي هي لما انا دلوقتي بتكلم على نسبه ان هي بدل الباي بتشتغل ايه؟ بالبي. تمام، بي بقى بي هات ايا كان. حلو، المهم تبقى فاهم. فبيقول لك هات لي بي، البي اللي هي ايه حضرتك؟ نسبه الحاجه اللي انا بتكلم عليها. يعني ايه الحاجه اللي انا بتكلم عليها؟ انت بتتكلم على ان انت عايز تعمل ميرج، عشان انا في المراجعه كاتب لكم واحده مزاولكم فيها كده، ان انا اللي هي بقى ابقوا شوفوها يعني. المهم ان هي تبقى العكس يعني، ابقى بديك الرقم العكس. فهنا يبقى 1600 فعلا اللي موافقين على 2000. انت قصدك ايه؟ معلش انا اسف، عشان انا ايه ما عنديش وقت افتح المراجعه. قصدي ان ممكن بدل ما يديك 1600 موافقين كان يدي لك 400 مش موافقين، ويقول لك هات لي النسبه، فتروح انت كاتب 400
على 2000 فتلبس السؤال. حلو كده. ليه؟ لانك المفروض تركز ان البي هي الحاجه، عدد الحاجه اللي بتكلم عليها على العدد كله، فعدد اللي موافقين على العدد كله، وشكرا، اللي هي 0.8. وبما اننا جبنا البي فطبيعي الراجل مش هيسيبنا في حالنا، هيقول لي بقول لك ايه معلش، ممكن تجيب لي كونفيدنس انترفال، اللي هو كان بالنسبه لي على طول انا عارف ان في بوزيتيف نيجاتيف، المره دي كتبت بي مش اكس عشان احنا شغالين في البي. تمام. زد 1000 على 2 كالعاده. المره دي البي انت حافظ ان هي روت بي في 1 ناقص بي على الان، سواء بقى بي باي، المهم ان انت فاهمها. تمام. البي اللي هي ب 0.8 بوزيتيف نيجاتيف، زد عند 5%. جامد ان هو ايه مثبت 5%. حلو كده. ان هي ايه عمل كده 0.8 في 1 ناقص 0.8 على الان اللي هي عددهم اللي هو كان كام؟ كان 2000. وبرضه هرجع واقول لك انا ما بقعدش اكتب كل حاجه على الكالكوليتر عشان ما يطلعليش حاجه غلط. انا بحب احسب كل حاجه، بس دي طبعا اراء يعني، كل واحد يعمل اريح ليه. في واحد يجي يقول لي انا بيطلع لي 10 باور نيجاتيف 3، بتطلع لي على الكالكوليتر ساعات. بص، دوس شيفت مود نورم 2، ولو في ايكوال ولا حاجه لو ما اتبسطش وخلاص هيرجع لك الارقام عاديه. فالمهم لو زودت 0.8 عليها الرقم ده كله هتطلع معاك 0.81753. حلو كده. ولو نقصنا منها 0.8 تطلع معانا ب 0.782469 كده. فالمره دي هو جامد ومحبش يزاولني، احنا جاهزين. 8175 شكرا. 7824 الله، بس مظبوطه الحمد لله، مش محتاج افكر تاني. هنا وقف واقرا السؤال وهكذا، وفي الاخر سالك عن نال هايبوثيسيس اللي هو الاتش 0، سواء بقى سالني عن اتش 0 بس سالني عن اتش 0 اتش 1. اشمعنى طلعت ايكوال؟ لان هو فوق جالك دغري، ما قالكش اكبر اصغر مش عارف ايه، هو قال لك بندعي ماله، بندعي ان هم ايه، ان هي المين بكام؟ 22.6. يعني هو الراجل جاي لك دغري، هي كده خلاص، يبقى هي ايكوال 26 doesn't equal 26. انتهى الحوار. انا حاسس انها تقترب، نهاية الورق اخيرا تقترب. الكالكوليتد فاليو اللي هي انهي واحده؟ عشان بس حضرتك محفظها لنا تيست، اللي انت بتحسبها. هو انت بتحسب الثانيه ولا بتروح تجيبها من الجدول؟ كالكوليتد يبقى هي ايه اللي انت بتحسبها. فكده هنحتاج نرجع نقراها تاني عشان هو بيخيرني ما بين زد وتي، واحنا قلنا نشتغل بزد ما عدا لو الان اصغر من 30. هي ان اساسا ب 60 فمش محتاج اشوف هي هي اس ولا لا. شوف انتهى النقاش حضرتك. يبقى زد بتساوي اكس ماينس المين ماينس الميو على الستاندرد ديفيجن اللي في الاغلب عامله كده روت ان. شكرا. يبقى نعوض المين عندي 25.2 ناقص اللي في السؤال اللي هي 20. تمام. انا والله عشان بسرع فمش مركز كل ده. هي اكيد انتوا فاهمين ان دي مش مشكله يعني 22.6 يعني. انا لسه ملاحظ عمال اقول الله ايه ده، ايه الرقم الغريب ده؟ ماشي. انتوا فاهمين اكيد يعني ان 26 دي يعني ايه، مش ان شاء الله مش تكون زاولتكم يعني. انتوا اكيد بقالكم حابه بتشتموا ايه 26، بس مش مشكله ماشي. رعوني رعوني، اصل انا وصلت الاخر ويا رب يطلع بيسجل يا رب. لو طلع مش بيسجل يا جماعه يبقى هو نصيبكم ان انا فعلا ما اشرح لكوش يعني، خلاص كده انتهى الحوار. وطبعا يعني لو طلع نصيبكم فانتم مش سامعين اساسا ان انا عمال اقوله وراحت النصيحه على الفاضي. لا ان شاء الله ايه نؤجر بالنيه. المهم روت الان اللي هو الان كان عددهم كام؟ 60. ارزع الاقي ان هي 3.301، فاقرب حاجه ليا ال 3. لا طبعا. اقرب حاجه ليا ال 3.3. لما تيجي تكبر ال1 هتلاقي ان ال1 ما كبرتش اساسا فراح، وده مش هيعمل حاجه فتبقى الاجابه 3.3. يا جماعه في واحد جامد كان حاطط السؤال ده شبهه بالظبط في الورق بتاعه. مين الجامد ده؟ بهزر معاكم يعني، هو هنا طالب حاجه صغيره منه بس، لكن السؤال ده كان في الورق. هتلاقي اكيد غشيته من عندنا يعني. لا بهزر. يا رب المهم تحلوا الاسئله بقى من ورقي من ورق حد تاني، المهم ان هي تحلوها وخلاص. هو دلوقتي بيقول لك يا ماشين تن 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 تن، في جمله طبعا انت هتعديها ملهاش اي 30 لازمه بالنسبه لك، ولكن هي مهمه في سؤال تاني مش في السؤال ده. doesn't produce more than 4%. بالمره انا هقولها لك ثقافه يعني، هو سائل على الكونستراكت بس انا هقول لك لو انت كان سالك على التي فساعتها كانت هتفرق معاك في ايه؟ ان هي بالنسبه لك الباي ما بينتجوش اكتر من 4%، يعني اخرهم 4%. يعني 4% معانا، يعني اصغر اوقات ال 4%. ويا رب ما اكونش بقولها غلط عشان هيست. قشطه. تمام.
والسايز عندي الان ب 200. نروح بقى نحل السؤال عادي. راح جاي قال لك 14 ديفكتيف، قال لك 90%، يعني الالفا اللي هي ب 10%، وقال لك هات كونفيدنس انترفال للبروبورشن. فهي جاهزه كده ان انت خلاص واضح ان هي باي او بي. ولو ما كانش باينها لك بالطريقه دي وقال لك اختبر لي عامه حاجه، لما تلاقي ان معكش مين، لما تلاقي معكش ستاندرد ديفيجن، يبقى انت شك على طول ان انت في بي بس. فهنروح نعوض عادي، هي كده ان شاء الله معوضه عشان تنجزنا. بس احنا طبعا عشان نجيبها محتاجين البي معانا. البي اللي هو بيبقى عدد الحاجه اللي بيتكلم عليها على العدد كله. يعني هو بيسال هات البروبورشن لمين؟ اللي فيهم عيوب. يبقى انا اروح اشوف عدد اللي فيهم عيوب. هو قال لي 14، كتر خيره جاي معايا دغري. مش قايل لي الديفكتيف، يبقى ايه؟ يبقى خلي بالي، يبقى 14 على 200 وشكرا. روح بقى عوض تك تك تك. اكيد دي المفروض تطلع ب 0.07، ما لو ما طلعتش يبقى دي حاجه ما تصحش. بس مظبوط اهي. تك 1 بوينت بقى 645 1.65 ايا كان، هي يعني تمام. فرق هيبقى بسيط يعني، وربنا يستر يعني. عايزين نخليها من دلوقتي 1.645 اضمن، على سبيل ان هي كاتباها كده عادي. عادي ممكن تحفظها بالطريقه دي، اضمن لك وخلاص وربنا يستر. طيب هنا 61، اقرا بقى وانجز حالك انت. وقف وفي الاخر المهم لما تيجي تفتح معايا هو بيقول لك انت كده شايف ان النسبه دي تكفي عشان يعملوا ميرج، لان هو قال لك ان لازم اقلها 3/4 الناس توافق. فانت شايف ان هو كده، هما كده ال3/4 موافقين ولا لا؟ انت حضرتك لما رحت عملت الكونفيدنس انترفال قلت ان هي ايه؟ ما بين ايه وايه؟ انت شايف ان هي ما بين 78% وما بين 82%. هي دي اكنها في المية، تمام. فانت كده هو بيقول لك انت تقبل ولا ترفض؟ يعني شايف ان هما كده اغلب الناس موافقه على الدمج ولا لا؟ فانت شايف ليه لان الاتنين اساسا اكتر من 3/4. ال3/4 دي اللي هي 75%. فاقل حاجه عندك انت في توقعك 78%، يبقى انت موافق عشان هي ايه؟ اقل من الكونفيدنس انترفال بتاعتك، يعني اعلى من 75%. انها تقترب. يا رب، يا رب حد يتفرج على الفيديو قبل ما ينام، يا رب اصلا. طبعا بالنسبه لحضرتك وقف واقرا ماشي، وانا اروح ادور بقى وعايز ايه دلوقتي راجل. في جمله لمحتها هنا في وسط الرغي ده، اكيد لو ملهاش لازمه فهي مهمه لينا في العادي. difference in proportion، يعني اساسا كده في اختلاف. حلو كده. وهو واضح انه بيتكلم على حاجتين مش على حاجه واحده، مش بيتكلم على ستات بس، على رجاله بس، بيتكلم على صغيرين وكبار، حاجتين. فبيقول لك كده H0 و H1 عاملين ايه معاك؟ H0 و H1 انا كده بقيت فاهم. سواء هو بقى كاتباها هي بي، كاتباها باي، يعني كاتباها باي 1 وباي 2، ماشي، كاتباها بي 1 وبي 2، ما فرقتش، تمام. هو بي دي عشان في ناس بتشتغل بان هي بي والتانية بتبقى بي هات اللي هي اللي احنا بنروح نجيبها. المهم ماشي، يبقى باي 1 وباي 2 ما فرقتش معانا. ما بينهم ايه حضرتك؟ الجملة اللي انت لقطتها هناك دي ديفرنس، يعني ايه مختلفين؟ يعني ايه مختلفين؟ يعني doesn't equal. يبقى ده الكليم، يبقى هي عكسها فوق ايه؟ equal. يبقى شكرا، هي دي. التيست هنا بقى اللي هو كنا بنختار يا زد يا تي. انت كنت عارف ان في البي هي دايما زد، بس كان في زياده لما بيبقى 2 بي، ان انا كنت بروح اجيب بقى حاجه اللي هي اسمها البي سي دي، فاكرينها؟ كاتبينها في الورق برضو، اللي هي كانوا بيسموها ايه؟ اللي هي البولد بروبورشن، زي ما في اللي هي البورد فاريانس تقريبا، تمام، اللي هي الاس بي اللي احنا كنا بنجيبها اس بي باور 2، تمام. دي اللي هي ايه؟ البي سي. طب وايه الديفرنت بتوين تو بروبورشن؟ ايوه، ما حضرتك لما بتيجي تعوض في القانون بتكتب فوق ايه؟ بتكتب بي 1 ناقص بي 2 تحت روت بي سي 1 ناقص بي سي في 1 على ان 1 زائد 1 على ان 2. ويا رب ربنا يسهل عليكم بكره كده يا رب ان شاء الله. انتوا اهم حاجه يا جماعه ايا كان اللي بيسمع، انت عندك وقت لسه ان شاء الله، عندك وقت لسه ان شاء الله، عندك وقت لسه ان شاء الله. ميزه ان الامتحان متاخر، ميزه انك بيبقى في طريق، في وقت في الطريق، وهكذا. اهم حاجه يا جماعه تدريجيا امشي في الطبيعي. لازم تبقى انت عارف تحل الطبيعي مش حافظ الجايد. يعني لو انت واحد ميح لازم تبقى عارف تحل الطبيعي، الاسئله الطبيعيه بتاعت البارتات بتاعت اي واحد انت فاتح له، وبعد كده بتبدا تنقر كده، تمام. بس فخلاص احنا في الوقت ده، ايوه حاول احفظ من هنا احفظ من هنا، بس ده في النظري بس. المهم تبقى فاهم على الاقل بتعمل ازاي الطبيعي، حتى لو انت مش عندكش وقت تقعد تجرب افهمه. واهم حاجه نصيحه ليكم كلكم، عشان يا عالم انتوا هتسمعوا صوتي ده امتى تاني، انا اسف يعني انتوا كده كده لو عايزين تقفلوا خلاص، ولكن هي نصيحه اخويه ليكوا بقى في دنيتكم. شوفوا انتوا الناس
اللي كنتوا بتتمنوا ان هم يسهلوا عليكم الدنيا شويه، عشان هيجي يوم او ممكن يكون بيجي دلوقتي وفي طريقك في الشارع في البيت في اي حاجه، ان انت يبقى عندك فرصه انك تسهل على الناس. فلما يجي الفرصه صعبها على الناس ودمرهم. تمام؟ اكيد لا. تمام. كما تدين تدان ان شاء الله. يعني ايه كحاجه حلوه يعني، كما تدين تدان ان شاء الله. او مش حتى ما تمشيهاش كده، يعني انت بتعمل حاجه حلوه وربنا بيكرمك وانت بتعمل ذنوب، ربنا يكرمك وبيسترك وانت بتعمل ذنوب، وما بالك بقى لما يلاقيك بتعمل حاجه حلوه، هيبقى ايه مكافئتك؟ فدايما يا جماعه لو ربنا حط قدامكم ناس بتساعدكم، حبوا انتوا كمان ان انتوا تساعدوا، وربنا يعلم والله العظيم دي حاجه بتبسط قد ايه. فكره ان انت لما تحس ان حد بقى فرحان بسببك، او فكره ان ربنا استخدمك في تسهيل على حد، انت لوحدك بتنبسط، بتحس انك ليك قيمه في الدنيا، بتحس انك لو مت النهارده او في حاجه يا رب قابلك بيها كده، انا سبت اثر. فخليك دايما في كل حته انت بتسيب اثر كويس، مهما كانت صغيره مهما كانت كبيره، واحده واحده هتعرف توصل. المهم النيه تبقى موجوده. ويا عالم انت هتعيش يوم، هتعيش اتنين، هتعيش 10، فاللي فاضلين لك من عمرك اعمل موقف كويس. جايز الموقف الكويس اللي انت تختار انك تعمله ده يبقى هو اخر موقف ليك في دنيتك، وتقابل ربنا عليه، وربنا يكرمك بان كل الناس تقعد تدعي لك ويشهرك في الارض عشان خاطر انت بس اخر موقف يعني ايه، قلت خلاص انا تبت انا هعمل. ربنا يوفقكم في دنيتكم، وربنا يجمعنا في الاخره في اقرب مكان للرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. افتكروا دايما في حياتكم كلها الدل على الخير كفاعله، فخليكم دال وخليكم فاعله الاتنين كمان. دوروا في اي مجال هتشتغلوا فيه في اي حاجه ان انتوا تتقوا الله، ومهما كان الناس اللي حواليك افضل ماسك على الصح وكأنه جمر في ايدك. افضل ماسك على اللي يرضي ربنا، افضل ماسك على دينك. كتر الناس مش هيحلل الحاجة، هتفضل غلط. ولما تعمل غلط ما تفضحش نفسك. خطبت في يوم من الايام وانت مقتنع ان عادي ان انتوا تمسكوا ايدين بعض تحضنوا بعض، طبعا ده مش صح، بس مش لازم بقى كمان تقول للناس كلها ان انت بتعمل كده، مش لازم تنزل صور وانت عامل كده، مش لازم تعمل كده قدام الناس في الخطوبة. يا جماعة اللي قدامكم ده اللي هو ربنا ستره بس، وانا ممكن اكون اوحش من اي حد بيسمع. معظم حياتي اختلفت لو انا لسه وحش زي ما انا، بس اختلفت بسبب فكر دي. لما اجي اعمل الغلط بحاول ما اعملوش كله. بتشرب سجاير ما تشربش حشيش، بتشرب حشيش ما تشربش خمره ايا كان. يا عم بتشرب خمره هي ليها طبعا بقى حاجه كبيره جدا، ما تشربش سجاير. ايه ده، ايه العباطه دي؟ اه يا عم اللي بايدك. انا ما كنتش بسلم وده دايما بقوله، بسلم على بنات بالايد وانا كنت لسه مش محافظ على الصلاه، بس ده اللي بايدي. انا عارف اعمله دلوقتي، مش عارف اواظب على الصلاه بس قادر ان انا ما اسلمش، فاعمل اللي في ايدي. سامحوني لو بطول عليكم، بس انا بالنسبه لي مش هعرف اجمعكم كتير. جايز دلوقتي تسمعوني ويا عالم انا هشرح لكم حاجه تانية في تالتة ولا لا، لسه بكرر الحوار ده الصراحه. فالنصيحه خد الصح ولو لوحدك، وبطريقه كويسه مش بطريقه تكره الناس في الصح. اجتهد في انك تكون قدوه بافعالك قبل كلامك، لان الناس كلها بتتعلم منك وانت مش حاسس، في الوحش وفي الحلو، في الوحش وفي الحلو. اللي بيرد وعامل نفسه جامد وبيشتم وبيسب ويجيب سيره امهات بعض، الناس بتتعلم. وفي ناس ما عندهاش شخصيه، بيبداوا ياخدوا شخصيتهم منك عشان انت جامد، ويتعود بقى ان الشتيمه دي حاجه حلوه ويقعد بقى يجيب في سيره ام ده وفي عرض دي ويرغي، وشفت البت دي وشفت الصوره دي، شفت اكونت الانستجرام ده، واديها بقى صدقه. صدقه اديها بقى ايه، سيئه جاريه. تعيش انت بقى تموت بقى اديها. عمالين يعلموا بعض، خد اكونت دي خد اكونت دي، وده فتح معاه الغلط ده وفتح معاه الغلط ده وعرفت ده وعرفت ده، وتفضل انت عمال تشيل تشيل تشيل، لانك اصلا ما تبتش، انت ما حسيتش انك كنت بتعمل حاجه غلط. انا عادي مش حوار يا عمي، ده انا هعمل شير لبوست يعني واحده بترقص، واحده بتطبخ، واحده بشعرها، واحده لبسها. وطبعا الكلام للبنات عادي، اوكي انت مش عشان بنت فلما تعملي شير يبقى بيس. لا هو ربنا يحاسبك معانا عادي. احنا هنا متساويين فعلا عادي بقى، عشان احنا في الدنيا فعلا متساويين، كل واحد هيتحاسب على اللي بيعمله يعني. فما تستسهلوش الحاجات دي، وما تستسهلوش اللايك، ما تستسهلش الشير، لانك بتشجع الناس. لو انت واحد جه يعمل حاجه وملاقيش حد بيجيب رياكتات، مش هيعملها تاني. ولما يلاقي فيه 70 ها 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 على بوست قله الادب، هتلاقيه عمال ينزل في قله ادب في قله ادب في قله ادب في قله ادب.
نفس الكلام في البنت اللي بتلبس، اللي هي بشعرها، اللي بتلبس ضيق، اللي مش عارف ايه. وطبعا انا مش قصدي حاجه وحشه لاي حد يعني، انا بتكلم ان انتوا بتحسسوها ان هي حاجه حلوه، فتبدا ان هي تعمل كده، ان هي تبدا ان هي تظهر في مفاتنها اكتر، لان الموضوع بيشد انتباه. ومش قصدي ان هي شخصيه مش كويسه، لا طبعا، ده عادي، احنا في فتن جوانا كده. فتن الولد ان هو يبص، فتن البنت ان هي ازاي ان هي تستر الجمال اللي ربنا اداها لها. عشان كده ربنا ادى ميزه للبنات في الحجاب، ان هم ماشيين في الشارع، قاعدين في اي حته في كافيه بياخدوا ثواب. احنا فين؟ احنا بناخد ثواب لو ما بصيناش، لكن واحنا ماشيين بقى لبست طاقيه لبست ايس كاب مش هاخد ثواب انا. ايه اللي فيها لما غطيت شعري؟ والله اعلم طبعا، ربنا هو اللي بيوزع الثواب مش انا. لكن الميزه ان ربنا بيديهم فرصه، هم رايحين جايين عمالين ياخدوا ثواب ويشيلوا من ذنوبهم. فخلي بالكم يا جماعه، ما تستصغروش الحاجه، ما تمشوش مع الترندات. وطبعا انا مش بكلمكم كجدي، انا بكلمكم والله العظيم كواحد انتوا عارفين شكلي عامل ازاي، ان احنا ايه، شباب في بعضينا. فما تستسهلوش الدنيا عشان الناس مستسهلاها. تيك توك لما تفتحها هتلاقي الناس كلها بترقص، الناس كلها بتعمل، والناس مش متخيله فكره ان مثلا لو بنت جت ترقص قدام، واحنا قاعدين في قاعده كده، وبنت جت ترقص قدام حد ولد مثلا، دي هتبقى قله ادب، صح؟ لكن مش متخيلين فكره ان في ولد قاعد بيتفرج على البنت، ماسك التليفون مقربه من وشه، بيبص على اي حاجه، مع احترامي طبعا بس عشان تبقوا متخيلين الفكره. يعني بيقربوا اكتر ما البنت كانت هترقص قدامه واحنا قاعدين في الكافيه، بس عادي، عشان احنا ما بقيناش حاسين ان هي فيها حاجه. واللي انا بقوله لكم برضو عشان انتوا اخواتي، والله بتكلم معاكم بالطريقه دي عشان انتوا اخواتي. انا ربنا يعلم لما بتكلم مع حد غريب انا بتكلم ازاي، فاهميني؟ ورب ان شاء الله تكون طريقتي كويسه برضو، بس قصدي عشان انا متحمس شويه عشان انتوا اخواتي والله. يعني انا بكلمكم ان انتوا اخواتي الصغيرين وان انتوا عارفيني، فهتبقوا واخدين كلامي بطريقه حلوه، تمام؟ لكن لما يبقى حد غريب بقى وبتاع وهيشوف ان انا ايه ده، انت فاهم، انت مش عارف ايه، لا انا بخلي بالي قوي على الكلام ومركز عشان ما ايه يقعدش افورالي يعني، تمام؟ وده نصيحتي ليكم برضو، ما تافوراش على حد عشان ما نبقاش احنا سبب بنكره الناس في الدين. يا رب اكون قلت لكم حاجه مفيده. انا نفسي اقعد ارغي للصبح والله، بس انا عشان كده ايه الموضوع بيطول مننا قوي، سامحوني. يا رب اكون فدتكم، ويا رب في الفتره دي كلها ما اكونش قصرت معاكم، وتكون معرفه خير باذن الله. ولو في نصيب نكمل سوا السنه الجايه، يا عالم ان شاء الله هعمل كده ولا لا. ولو مفيش نصيب في الحالات كلها، يا ريت نفتكر بعض بالدعاء كده بظهر الغيب لحد ما نموت ان شاء الله. وبعد ما نموت برضه اللي يعيش يخليه ياخد ثواب التاني كده، لحد ما ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجمعنا في اقرب مكان للرسول صلى الله عليه وسلم. وزي ما كنت متفق مع اي حد بيتفرج على الفيديو، ان شاء الله ربنا يديني فرصه ان انا ابقى اول واحد اعزمكم عندي في الجنه، لو انا دخلتها ان شاء الله يعني. لو دخلتوا بقى ما لقيتونيش، يا ريت تسالوا عني وتشدوني كده. ربنا يكرمكم، اشوفكم على خير ان شاء الله، لو مش في الدنيا ففي الاخره. السلام عليكم.